أبو تريكة يفجرها أزمة في الطريق بين حسام حسن والنادي الأهلي. فجر محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي عن وجود أزمة مرتقبة بين الأهلي والمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن. وقال أبو تريكة في تصريحاته: اتحاد الكورة حصل على موافقة رسمية من الأندية بضم لاعبين الدوليين قبل فترة الأجندة الدولية المقبلة بأسبوع كامل لمنح الفرصة الكاملة للجهاز الفني لمنتخب مصر في مهمته، خاصة في تصفيات كأس العالم. أي حد بيسأل موقف الأهلي إيه؟ الأهلي طبعا بيدعم المنتخبات الوطنية، لكن في هذا الأمر غير موافق على طلب حسام حسن، ولن يسمح بانضمام لاعبيه قبل كل أجندة دولية ب7 أيام. وشدد أبو تريكة: الأهلي سيلتزم بمواعيد الأجندة الدولية، خاصة أن لديه عدد كبير من اللاعبين ينضمون لصفوف المنتخبات. وواصل: ولديه أيضا ارتباطات كثيرة. الموضوع إيه في الأهلي حاليا؟ طبعا رفض وعدم قبول هذا القرار بانضمام اللاعبين الدوليين، وتم هناك صدام محتمل بين الأهلي وجهاز حسام حسن خلال الفترة المقبلة. مفاجأة من العيار الثقيل: أبو تريكة يعلق على مفاوضات الأهلي لضم حارس الزمالك. كشف محمد أبو تريكة صحة تفاوض الأهلي مع محمد صبحي حارس الزمالك لضمه لصفوف الفريق. وقال أبو تريكة في تصريحاته: ما تردد عن مفاوضات الأهلي مع محمد صبحي ليس له أي أساس من الصحة، والأهلي لم يفاوض محمد صبحي على الإطلاق. وتابع: الناس بتقول إن محمد صبحي سيكون بديل لمحمد الشناوي حال تلقي الأخير عرضا احترافيا والرحيل عن النادي الأهلي.